بعد عن الحاجات اللي احنا مش متعودينها منه تماما، لان بالتأكيد في الوقت القادم قد ينضر النادي الاهلي ليس جمهور النادي الاهلي. امامية المحاولة عند متعب، عدى من رامي صبري، عماد متعب، عماد يا عماد يا متعب، وما يكسرش اللي معاه متعب، والفنان متعب من اول المباراة يسجل الاول للنادي الاهلي. عماد متعب استغل واحدة، تريكا قطع الكورة، رجعت لوليد سليمان، بينية لعماد، عدى من رامي صبري، ابو جبل ما كانش متخيل الكورة لكن ما يخسرش اللي معاه متعب. اهي رجعت، وادي التمريرة الامامية من وليد سليمان، عماد قطم كويس لرامي صبري، هنا قلة الخبرة عند يونس، لكن عماد بقى صعب، ويا عماد يا عماد يا متعب الاول لمصلحة الاهلي في الدقيقة الثانية. اهي الكورة، ادي بقى رامي صبري لو كان حط رجله او لو كان شد عماد كان خد ضربة جزاء، لكن طبعا بالتأكيد معذور يونس، احمد يونس معذور لقلة خبرته، ولكن ما حدش يغلط قدام عماد متعب، والفنان بيسجل الهدف الاول. 5 اهداف عماد متعب في مسابقة الدوري المصري السنة دي، وعنده افضلية لانه هو المهاجم الافضل. اذا كان اوسوكو بتنبي على لعيبه الاهلي، لكن الانتشار احسن بالنسبه للاهلي. تريكا بيحاول واسامه رجب معاه، وايه بقى هي ركله جزاء للاهلي، وانذار على اسامه رجب، انذار على اسامه رجب وركله جزاء للاهلي. محمد ابو تريكا جوه منطقه الجزاء وفيها ركله جزاء. اللقطه ايه دي يا كابتن زيزو، واللقطه ايه دي يا كابتن خالد، ودون في كشكولك يا كابتن تامر وقول لي ايه اللقطه دي فيها ايه. ادي الاعاده وادي تريكا مع اسامه رجب، ما اقدرش احدد. اتفقت اني ناسي النضاره، اتفقت مش هتكلم عن التحكيم تاني، لكن اللقطه دي بكامل قراراتها عند الاستوديو التحليل. ركله جزاء للاهلي في الدقيقه 34 من احداث شوط اللقاء الاول. ابو تريكا جوه منطقة الجزاء في كرة مشتركة مع أسامة رجب، بيحتسبها حكم المباراة أبو تريكا، وأبو تريكا هو اللي هيسجل ولا هو اللي هيضيع. وأبو جبل في مواجهة أبو تريكا 6 أهداف سجلها أبو تريكا في إنبي، بيبحث أبو تريكا عن هدفه السابع. بالمناسبة هو اللي متصدر الهدافين في المواجهات المباشرة ما بين إنبي والأهلي. تريكا وأبو جبل وأبو تريكا الثاني للاهلي. محمد ابو تريكا يسجل الثاني للاهلي في الدقيقه 35، يبقى الاهلي 2 انبي لا شيء. هو ابو تريكا يسجل هدفه في الدوري المصري، وهنا قدامنا كده مانويل جوزيه يعني بيحيي ابو تريكا، واحمد فتحي بيسلم على تريكا، وده بالتاكيد يعتبر هدف هديه الميلاد بالنسبه لابو تريكا اللي اتم ربيعه الرابع والثلاثين. ابو تريكا بيركن على يمين ابو جبل اللي بيروح للزاويه الشمال، واحلى احتفال بعيد الميلاد لابو تريكا، عيديه لعيبه الاهلي لابو تريكا. تتلعب الكره الانبي، محاوله عند ابو العيله جوه المنطقه، اسلام يسلم من الشمال، ترجع مره ثانيه عند ناصف، بيعدي ناصف، لعب البينيه حلوه، ابو العيله يلعب بالعرض، خبطت جت في القائم وعبد الظاهر، والاول لمصلحه انبي، الاول لمصلحه انبي يا ولد يا عبد الظاهر، بيسجل الهدف الاول لانبي في مرمى النادي الاهلي. الكره اتلعبت خبطت وغيرت اتجاهها، خدعت شريف، جت في العارضه ورجعت، كمل عبد الظاهر سجل الهدف الاول لانبي يا ولد. ادي ابو العلا لعب الكوره، جت في وائل جمعه، صعب على شريف، رجعت عند عبد الظاهر اللي سدد في مرمى شريف اكرامي. بقى الهدف الاول لمصلحه نادي انبي في الدقيقه 50. تبدا المباراه كده تحلو، وادي الاعاده وادي الهدف، وادي ناصف وبينيه حلوه عند ابو العلا، وجت في رجل وائل جمعه، ردت من العارضه، سيد معوض حاول يغطي، لكن عبد الظاهر كان اسرع في التعامل مع الكرة، وبقى الهدف الاول لمصلحة نادي انبي. يبدأ انبي كده يعمل نشاط، ونزول دي فونيه بالتأكيد ادى افضلية لانبي من الناحية الهجومية في الوقت ده من عمر واحداث. وليد سليمان يلعب واحدة طويلة، تريكا استلم، تريكا يرجع، وليد سليمان بيسدد، وليد سليمان جول
الثالث للاهلي. ووليد يا وليد يا سليمان بقى بيحط دانة مدفع، بيحط تسديدة قوية وبيسجل الثالث لمصلحة النادي الاهلي، والفرحة ترجع لمانويل جوزيه. وليد سليمان بدأ الهجمة عند تريكا، هي تريكا رجع وادي وليد سليمان يا ولد تخبط في العارضة وتدخل في المرمى، يبقى الثالث لمصلحة النادي الاهلي. ادي تريكا وادي وليد سليمان ردت من العارضة ودخلت في المرمى. وليد لعب واحدة عالية عند تريكا، استلم تريكا هدى كده، وادي حل من الحلول الفردية اللي اتكلمت عليها بعد ما ضيع اسلام عوض ركلة الجزاء. قلت وليد سليمان والتسديد، عبد الله السعيد والمهارة، غالي والانطلاقات وتحركات ايجابية من عماد متعب. اتلعبت الكورة، شعبان على الارض عند عادل مصطفى، يقطع ويرجع مرة تانية. سليمان عبد الظاهر عايز يعدي لكن قفل حسام غالي وحكم المباراة قال العب. دي فونيه فتح اللعبة في اليمين، محاولة شعبان والتاني الانبي، محمد شعبان يسجل التاني الانبي، راح انفراد صريح هو وشريف اكرامي، والتاني لمصلحة نادي انبي. محمد شعبان بيسجل التاني. ادي الكورة، نبص حسام غالي وعبد الظاهر، وقف حسام وحاول وضغط كده مع عبد الظاهر، وصلت لأسامة رجب او ده فونيه والبينية، وادي شعبان يا ولد في مرمى شريف اكرامي بيسجل الهدف الثاني لمصلحة نادي انبي. 82 دقيقة 3 الاهلي و2 انبي. وادي هنا شعبان، نبص بقى شعبان يا ولد حط لوب حلو من فوق شريف اكرامي، وبقى الهدف الثاني لمصلحة انبي. لسه كنت بقول لكم اخر 10 دقايق من المباراة هنشوف فيها كتير.